السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيديو جديد، يوم جديد، يوم كله خير، طاقة وخير ونشاط. يا رب يدم صحتنا علينا يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. بصوا بقى، طبعا احنا فطرنا، عملنا القهوة الجميلة دي شربناها، وطلعت ايه شطار، طلعت ديك بلدي، وطلعت نص كيلو لحمة مفرومة. هنشوف ونكمل بقية الفيديو، نخلصه بقى ونشوف هنعمل ايه بيهم في تكملة الفيديو. ماشي، دي الحاجة التانية، نزلنا اشترينا كيلو دقيق ب18 جنيه. ماشي، من عند الست اللي انا بتعامل معاها. واشترينا كيلو لبن. كيلو لبن ده منين؟ من عند ألبان اللي هو مصلح، اللي قدام مستشفى الخنكة. جميل جميل جدا اللبن بتاعه. انا بس ايه جايبه كيلو علشان هجيب هعمل بيه حاجة النهاردة، بس عشان انا عندي الفلاحين بقى مش هيدوني على طول، مش هيسعفوني، لازم تحجزي قبليها. عنده فرعين، فرع الاول في الخنكة شارع المستشفى المركزي، وفرع التاني اخر شارع الترع امام برج الاطباء. فرعين بصراحة الحاجات بتاعته حلوة. وجبت منه كمان، جبت منه الجبنة الرومي دي، الرومي بتاعته جميلة جدا 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 بجد يا بنات. جبت العلبة دي ب65، الكيلو عامل عندهم 260 جنيه، حلوة جدا. ونخش بقى بقية الايه المشتريات، كملوا معايا. بصوا بقى، احنا جبنا ايه حاجات بسيطة كده نقضي بيها الشهر الكريم. يا رب ينعاد علينا وعليكم يا رب بالخير والبركة وراحة البال، اللهم امين يا رب العالمين. ويا رب يديم صحتنا كلنا ويشفي كل مرضى المسلمين يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. جبت حاجات على قدي، تمام. جبت تمن، انا جبت كله يعني تمن يعني هو ده هيكفيني. اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب. حاجة غالية جدا، وجيبي اللي تقدري عليه. يعني مش لازم انا جبت حاجة انت ما بتاكلهاش لازم تجيبيها، لا، جيبي اللي ايه اللي تقدري عليه في بيتك. وعادي يعني هيمشي برضو، من غيره هيمشي عادي، يعني لو ما جبتيش مش مشكلة عادي. بس اهو بنفرح الاطفال بقى كده ونحاول نزق الدنيا مع بعض. المهم جبت تمن فستق. تمن فستق، انا جبت تمن، انا هديكوا الاسعار اللي انا جبت بيها. التمن عامل 85 جنيه، تمام. هقول لكم في اخر الفيديو انا جبت الحاجتي منين. وجبت التمن اللوز، تمن اللوز ب62.5. التمن، انا بتكلم في التمن يا بنات. وجبت التمن بندق عامل 65 جنيه، تمام. حلو ومتحمصين حلو. انا رايحه للمحل ده مخصوص، هقول لكم عليه في اخر الفيديو. وجبت كاجو، تمن برضو كاجو ب67.5. وجبت تمن عين جمل ب62.5، تمام. دي بالنسبة لايه للمكسرات الايه الغالية بقى، اللي سعرها غالي، اللي ممكن تقدري تستغني عنها وتشتغلي بأي حاجة تانية عادي. انا بس ايه قلت همشي الدنيا بيهم كده معايا، بنوتاتي بيحبوها، فايه نمشي مع بعض. جبت بقى ايه ربع فول من ده، حلو سعره حلو 30 جنيه. ده الوحيد اللي جبته ربع. ماشي، جبت ربع فول ب30 جنيه، يعني الربع حلو ب30. جبت كيلو بلح
كيلو بلح. انا جايباه من النوع النظيف بصراحه، الوسط. قال لي في يعني في اسعار تتفاوت، في ب75 وفي ب100 وفي كده. انا جبت الوسط، جبت ابو 60 جنيه. ده كيلو ب60 جنيه. حلو والله يا بني بجد. هو حاجة اصلا الراجل ده بصراحة حلوة جدا، مش اول مرة اتعامل معاه واتعاملت معاه في حاجات تانية كتير. وجبت ربع مشمشية. ربع المشمشية ب95 جنيه. دي غالية شوية بس انا بحبها مع ده، مع التين المجفف، مع البلح. بقضي بيها اول اسبوع في رمضان كده، بتبقى حلوة بصراحة. هنعمل الحاجات دي حلوة مع بعض كده، وهنعمل حبة افكار حلوة. يا رب يديم لمتنا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. دي مشمشية، جبت ربع مشمشية ب95 جنيه. جبت لفة قمر الدين، جبت الأحلام دي حلوة جدا، جبتها ب100 جنيه. حلوة. أهم حاجة يا بنات تبصوا لتاريخ الصلاحية، كل حاجة عند الراجل دوت تاريخ الصلاحية بإنتاج الشهر، يعني الشهر ده أهم حاجة. حتى لو حاجته غالية عن بره، حاجة بسيطة بس بتاخدي الحاجة جودة أولى، دي أهم حاجة. واللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وجبنا الزبيب، جبت تمن. يا دوبك لو خلطته ده مع ده مع ده هيديني حجم كتير، وممكن يفيد مني بعد الشهر الكريم ان شاء الله. جبت تمن زبيب ب22.5. الزبيبة حلوة، بصوا جميلة والله يا بني. انا مش هقول لكم على حاجه، بصوا انا جايبه الحاجه اهو، مش هقول لكم على حد حلو وهو مش حلو بصراحه. جبت التينه المجففه دي، كان في نوعين عنده، شركتين، بس عجبتني الشركه دي احلى. الاتنين درجه اولى، والاتنين سعر واحد. فقلت له لا. التين دي 88 جنيه، غاليه بس اهو. انا كنت جايباها السنه اللي فاتت انا فاكره ب45 جنيه. يلا اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. خير، كله خير في البيت. يا رب يديم لمتنا اهم حاجة. وجبت البلح ده بقى انضف بلح شفته بجد، انضف بلح. تمور القيسم، تحفة. لو بجد لقيتيه ما تتردديش ان انت تجيبي منه، انضف نوع بلح في الكنكة. العلبة دي عاملة 115. يا دوبك هناخد منها واحدة كل ما نفطر. حلوة مش وحشة. عاملة قد ايه؟ تالي نص كيلو يعني. هقول لكم عاملة قد ايه. لا مش مكتوب بالوزن قد ايه، بس صراحة احلى تمور، احلى تمر. ماشي. وايه تاني جوز الهند بقى، هو ده اللي اخر حاجة. جبت التمن يا دوب تمن ب30 جنيه. انا لو حطيت التمن ده على التمن ده على الربع ده هيعمل كمية كبيرة جدا، هتكفيني رمضان وهيفيد، وهوريكم هيفيد معايا كتير بجد. والمكسرات قدرتي جيبي، ما قدرتيش مفيش مشكلة، يعني الدنيا هتمشي، يعني كلها بس بنظبط حاجات بسيطة. مش لازم انا جبت حاجة انت تجيبي، على قد ظروفك وعلى قد حاجتك تمشي دنيتك. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان الحاجة توصل ليكم. هسيب لكم اللي انا جبت من عنده، مصوراه، وهسيب لكم الفيديو. كملوا الفيديو للاخر وانتوا تعرفوا انا جبت منين. باي، في حفظ الله يا بنات. جبنا بقى حاجات يميش رمضان، كل سنة وانتوا طيبين. حاجات على قد كده بمشي بيها الدنيا.
اللي يلزمك جيبيه، اللي ما يلزمكيش ما تجيبهوش، ولو مش معاكي تجيبي هيتقضى برضه. رمضان بيجي بخيره وبلمته. واهم حاجة يا بنات عايزين نعمله رمضان ده يبقى مختلف. نعمل فيه ايه؟ ايوه، نقعد ندعي كتير، نقعد خليه العبادة اكتر اكتر اكتر. انا ناوياها كده ان شاء الله باذن الله، فننويها ان شاء الله باذن الله، ربنا يعيننا عليها. ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. بصوا بقى، حطيت الزبيب والرز والجوز الهند مع بعض كده كده. ايه اما اجي هسحب الاتنين مع بعض، بس برضو ايه عملتهم فايل بسيط كده. العلب دي محكمة جدا 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 يا بنات. العلب دي كنت جايباها من ايكيا، بس جميلة جميلة بجد. كل حاجة ايكيا جميلة قوي. حطيت العين جمل مع مع بقية المكسرات بقى، وظبطت الدنيا كده وانتوا شايفين طبعا. بس العلب دي حلوة قوي، وبتخش الميكروويف وبتخش التسخين عادي، يعني ممكن اسخن فيها واعمل فيها اي حاجة. بالنسبة بقى لتمور القصيم ده تحفة يا بنات بجد. تمور القيسة مش عارفة ولا قصيم مش عارفة صراحة، بس جميل. احلى تمور في الخنكة، ما تتردديش لو لقيتيها، دي احلى حاجة. احلى تمور. والتمر يا بنات من عند، هقول لكم بقى الحاجات دي انا جبتها من عند درويش الجمل، اللي هو في عند المثلث، اللي هو جنب مسجد المسجد الاشرف، معروف كده درويش الجمل. بجد حاجته لا يعلى عليها. اولا بتاخدي صلاحية يعني جاي عاملها ان تاريخ الصلاحية بتاعته من الشهر ده، كل حاجة صبحة. بجد انا هي بس مشكلتي ان انا نسيت العرقسوس اللي انا بحبه، وان شاء الله ان شاء الله يعني هحود عليه مرة كمان اجيب العرقسوس، لاني انا بحب العرقسوس جدا. وعنده بقى العرقسوس سريع التحضير والعادي. وبرضو انا مصوره لكم فيديو هيجيلكم اخر الفيديو ده ان شاء الله، مصوره فيه فين المكان وكده. بصوا بقى، حطيت كل حاجة في مكانها، والمشمشية والتين هيتحطوا في التلاجة. هم دول بس اللي هيتحطوا في التلاجة، والباقي هحطهم تحت ايدي كده على طول في في التربو اللي جنب البوتاجاز. اتمنى الفيديو يعجبكم يا بنات. عايزين بقى نرجع تاني لايامنا بقى الاولانية، كل يوم فيديو جامد كده حلو. هبصوا حطيتهم هنا جنبي كده قدامي عشان الحاجة تبقى قدامي كده على طول. كده كده التربو اصلا فاضي، فنملاه بقى. يا رب يملى بيوتكم يا رب بالخير والبركة وراحة البال، اللهم امين يا رب العالمين. متضغطيش على نفسك، نصيحة مني ليكي. رمضان هيمشي وهيعدي ان شاء الله بخير وبحلو ان شاء الله، اللهم امين يا رب العالمين. معاكي جيبي على قدك، فرحي بس اولادك وكده. ما معاكيش ما فيش مشكلة، هتمشي والله، يعني ربنا برضو هيمشيها. وانا جبت حبة على قدي صغيرين. وبرضو حتى لو معاكي تقدري جيبي على قدك ومشي دنيتك كده. نمشي حبة حبة كده، يعني مش ما تبلغيش في الحاجة. ويا رب يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. طبعا انا عندي بقى ايه، عندي البيكنج باودر والخميرة اسمه ايه والفانيليا. عندي كميات. كنت لما قفلت المحل كان في عندي حاجات، فقلت ايه هكمل بيها. الدنيا هتمشي والله يا بنات. يلا بقى، لو وراكي حاجة كده قومي اعمليها، عشان خلاص رمضان على الابواب. بس برضو لسه ايام جاية. ايه المشكلة؟ اللي ما عملتوش النهاردة تعمليه بكرة لو كنتي تعبانة.
لو مش تعبانة قومي كده بقى، شدي حيلك كده، اشربي لك فنجان قهوة مع الدواء اللي انت بتاخديه بقى، الفيتامينات ولا اي حاجة كده. قومي كده شدي حيلك، ظبطي الدنيا وروقي حواليكي. لا 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 لا، واسمعيني طبعا، لازم تسمعيني. بس اوعي تنسيني، حطيني جنبك كده واسمعيني. بقول لكم دول بقى هيتحطوا ايه في التلاجة عشان ما يبوظوش. هو كده كده الشتا برضو، بس ايه، للطوارئ برضو. خش بقى مرحلة ايه، شطار الغدا. جبت الحلة القمر بتاعتي دي، وبعدين حطيت فيها ورق راولة وحبهان. هنعمل صح، شطار، وقرفة ونشوح بقى. انتوا عارفيني انا بحب اشوح الحاجة، بصلاية وطماطماية، ونشوح فيها بقى ايه، الديك اللي احنا كنا مطلعينه من الاول، صح. ديك بلدي بقى، بس طعمه كان جميل. تعالوا كلوا معانا، والله شرف ليا. يا رب يديم المحبة بينا يا رب، اللهم امين يا رب. قلت بقى اعمل ايه، خلطة الايه، اللحمة المفرومة. طبعا غطيت على الديك وتمام، وقلت اعمل ايه، خلطة اللحمة المفرومة. حطيت بصل وحطيت ملح وحطيت ايه، فلفل اسمر، وحطيت 7 بهارات وتوم بودرة وبصل بودرة وكزبرة ناشفة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايوه ايوه ايوه، شطار. وقعدت بقى ايه، جوز الطيب رشة بسيطة كده. انا عارفة ان مش مستحبة، بس لا، بتدي طعم برضو. وهنعملهم بقى في الايه، في الكبة، تشك 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 جامد، ايوه. ونحطهم في حلة بقى. هنقل دي ورا، بصوا اهي، هنقل دي ورا واحط ايه، الحلة بتاعة اللحمة المفرومة قدام. احط بقى الزيت، حبة زيت صغننين بس عشان ما تلزقش في الحلة من تحت. واروح حاطة البصل. البصل بقى فيه توابله، فالتوابل اما تتشوح مع البصل هتدي ريحة كده، بجد كانت رهيبة. حبة رقاق تحفة، بس انا جبت الرقاق بعت بنوتي جابته منين، عارفة عارفين بالهنا اللي على المحطة. بس صراحة ما عجبنيش، انا كنت عايزة الآلي، ده مش آلي. طلع تقيل شوية عن الآلي اللي انا بجيبه يعني، بس قضى الغرض برضو تمام. عارفين الآلي بيبقى خفيف وبينشف بسرعة، يعني بياخد تحميصة كده، بيبقى طعمه جميل كده. انما ده منشفش معايا، فضل طري. طبعا لو بتعمليه صواني هيبقى مستحب جدا 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 كمان، بس انا مش بعمله صواني، انا بعمله سندوتشات زي ما انتوا عارفين، مش اول مرة اعمله. بيبقى طعمه احلى، وكل واحد ياخد السندوتش بتاعه، فبيبقى حلو صراحة. بصوا بقلب بقى ايه، الفرخة مع الديك معاكم. سوري سوري سوري. قلبته على الناحية التانية، وقلبت الايه، اللحمة المفرومة. بحب اللحمة المفرومة مش ما تاخدش قوي، يعني البصل بتاعها ما يحمرش، ياخد بس تشويحة بسيطة كده. وحطيت عليها زي ما انتوا عارفين انا بحب اللحمة المفرومة جدا بالطماطم، صلصة الطماطم، وبحبها بفلفل الالوان.
بجد بجد الطماطم بتوديها حتة تانية خالص. وكمان يعني الفلفل الالوان بيسكرها، بيديها سكرية كده، طعمها بيبقى جميل. حطيت ايه 10 معالق، ايوه مش عارفة 10 بصراحة ولا 9. وقلبت بقى، بتبقى جوسي كده وطعمها تحفة. بصوا الجمال، ياه على الجمال والحلاوة. كنت صراحة كنت جايبة لبن، كنت عايزة اعمل صينية بشاميل، بس رفضوا بقى، قالوا هو كفاية كده، وقالوا مش عايزين، عايزوا الرقاق الطري كله يتعمل، يعني يتغدوا ويتعشوا بيه. قلت بالهنا والشفا، الف هنا وشفا على قلبهم. قلت اعمله، وفاض بقى ايه طبق صغنطوطي لحمة مفرومة. هسكت؟ مش هسكت، سيبته هنعمل بيه حاجة حلوة تاني يوم. بصوا بقى، حطيت الديك. طبعا انا لفيت ده مع نفسي لاني الموبايل فصل، والله يا بنات معلش حقكم عليا. انا لفيته في فيديو قبل كده برضو عادي، فقلت مش مشكلة. طبعا جعانين بقى وعايزين يتغدوا، فايه نلخص بقى كده وننجز نفسنا عشان ايه نجيب حاجتنا. بصوا حطيت ايه، نص صباع سمنة، زبدة قصدي. بقيت احط كده، ها تمام. بجد السندوتش كان طالع حلو جدا، وكان فيه بقى ايه لحمة مفرومة كتير بقى كده. بنوتي بتقولي ايه يا ماما، ده هتعملي لحمة مفرومة وفراخ كمان؟ قلت لها يا ستي بالهنا والشفا، باباكي تعبان بقى ولازم يتغذى كده. والله يا بنات بجد مش هتندموا لو عملتوه كده، اسهل واحسن، واخد سمنة وخفيف بأمانة، تحفة. طعمه كان حلو قوي 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 يا بنات. بس بصراحة يعني الآلي احسن من الايه اللي بيجاب جاهز. انا ما بحبش الرقاق الناشف، ما محدش عندي بيحبه، فبصراحة مش هجيبه. في ناس بتجيبه بقى على رمضان وكده، كل سنة وانتم طيبين. عادي يعني، انتي لو بتحبيه جيبيه. بصوا فتح مني بقى، من واحدة فتحت هناك اهي، بس شلتها بالراحة كده وتمام. واحدة بس الباقي تمام يعني حلو. بخصوص بقى الطاسة دي يا بنات، بما اني انا جبتها ووريتها لكم يعني اهي، آه في بنوتة بتقولي مش لازم الكريب في دي. والله ما كنت بعمل فيها يعني، انا الاول ما كنتش جايباها وما كانتش عندي، وكنتش بعمل فيها عادي. يعني ايه المشكلة؟ كنت بعمل في صينية تيفال عادي عادية، بس كان بيطلع بس الصغير شوية عندي. بس شوية شوية هتتعودي، انت شطار. بصوا الجمال، شايفين بيبقلل ازاي؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا اتغدوا معانا يا بنات، والله بجد يوم جميل وحلو. وطبعا الاكل فاض منه اساسي يعني، بس مش عارفة بقى والله، يعني كل يوم اعمل اكل اكل اكل، فيعني خير. ربنا يديم صحتنا يا رب ولمتنا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين، ويخلينا لبعض. وبكده الغدا يكون جاهز. اي حاجة يا بنات مشي باللي عندك يعني. عندك الحلة دي هتشتغل، الطاسة دي هتشتغل، فاهميني؟ مشي باللي عندك، ايه المشكلة يعني؟ ولما ربنا يرزقك يا رب يا رب تحققوا احلامكم وتجيبوا اللي نفسكم فيه يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. كل واحدة بتتمنى حاجة تنولها يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى انا كنت ضد النار، مش عارفة ازاي يعني. بصوا بمسك الحاجة عادي، بمسك برضو الكريب كده برضو بايدي، يقعدوا يقولوا لي ايه ده، احنا ناس ضد النار يا جماعة.
يا رب يبعدنا عنها يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. والفردوس الجنة يا رب، يا رب اللهم امين يا رب العالمين، انا وانتوا يا رب. بصوا كده خلصت. هشيل بقى الطاسة دي فيها حبة سمنة، احطهم بقى عليهم على الرقاق كده بقى، وتمزج بقى كده، كل واحد يتمزج بالسندوتش بتاعه، كان تحفة. ادي الرقاق وادي الديك والفراخ المشوية اللي كانت امبارح. وبكده يكون الفيديو خلص. اتمنى نول اعجابكم، وباي في فيديو جديد في حفظ